تعالوا بقى النهارده كده نعمل كيكه الثلج حلوه جدا جدا، او كيكه العروسه. هما بيسموها يا كيكه ثلج يا كيكه العروسه. عايزه اقول لكم غرقانه كده بالحليب وكمان بالكريمه، حلوه جدا. شايفين شكلها؟ يلا نروح على الوصفه ونشوف هنعملها ازاي مع بعض. معايا هنا 4 بيضات بحراره المطبخ. يعني ايه حراره المطبخ؟ يعني طالعين من التلاجة ونسيبهم لغايه ما يبقوا دافيين كده. وبعدين هننزل عليهم 3 اكياس فانيليا وكمان كوبايه الا ربع من السكر. هضربهم كويس جدا. هنزل عليهم معلقتين من الحليب السائل وعليهم معلقتين من الزيت او السمنه حسب الموجود عندك. وهنزل عليهم بعد كده بكوبايه من الدقيق اهي، كوبايه واحده، وضفت عليها معلقه من النشا. وهنزل عليهم كمان بكيس من البيكنج باودر بالشكل ده، وهنخلهم علشان ما تبقاش يعني كبسه معايا، لازم تتنخل كويس الدقيق. تمام. عايزاه بقى، شايفه الخليط بتاعي انسيابي كده مش متماسك. هصبه بقى دلوقتي في صينيه اللي هتدخل الفرن بتاعتي، وهدخله الفرن على درجه حراره 180. هعمل بقى الحشوه بتاعتها عباره عن نص كيلو من الحليب، هنزل عليه بنص كوبايه من السكر وكمان معلقه من الفانيليا، وهقلبهم بقى كويس دول مع بعض. وهنزل عليهم بمعلقتين من الدقيق ومعلقه نشا، وهفضل اقلب كده وانا ارفعه على النار مع التقليب المستمر لغايه اما يتجانس معايا القوام بالشكل ده. هجيب بقى هنا بوله هضيف فيها كوبايه كريم شانتيه خام، هنزل عليها بمعلقتين من السكر، وهضيف عليها كوبايه الا ربع من الميه المثلجه. تمام. وهقلبهم كويس جدا كده واضربهم بالمضرب لغايه اما يتجانس معايا القوام. وهنزل بقى بالقشطه او الكريمه اللي انا عملتها، وهبدا بقى كده اضرب تاني بالشكل ده زي ما انت كده شايفه. هضربهم بقى كويس جدا مع الكريم شانتيه، وهبدا بقى اجيب الكيكه بتاعتي هقسمها من النص كده بالشكل ده، وهبدا بقى اضيفها تمام في البايركس. بعد ما اقسمها هجيب بقى البايركس بتاعي هحطها فيه تاني، وهزقيها بقى كده حبه حليب، وهنزل عليها بقى بنص كميه الكريمه اللي انا عملتها معاكم بالشكل ده. هوزعها كويس جدا علشان تبقى متساويه، وهنزل عليها كمان بالنص التاني اهو من فوق، وهبدا كده ازقيها برضو حليب. ابدا بقى ازقيها حليب، طبعا بين كل طبقه بزق حليب ساقع عادي من التلاجة. وبعدين هنزل بقى بباقي كميه الكريمه اللي انا عاملاها معاكم دي، وهفردها برضو على السطح من فوق، على سطح الكيك كده من فوق بالشكل ده. بعد بقى ما افردها كده كويس جدا، هجيب بقى كوبايه من جوز الهند يعني المجروش او المفروم الصغير كده ناعم. هبدا كده افردها بقى كلها على الوش، كوبايه كامله. تمام. اللي ما بيحبش بقى الجوز الهند ممكن يستخدم مكسرات، بس هي الوصفه الاساسيه بجوز الهند. تمام. رشينا كده جوز الهند كويس جدا. طبعا حطيت بقى كريم شانتيه اعمل بيه وردات كده صغيره. طبعا انا خدت معلقتين من الكريم شانتيه اللي انا كنت عاملاه، وبدات بقى ازينه كده بالكريز بالشكل ده اهو زي ما انتوا كده شايفينه. طبعا شكلها جميل جدا وطعمها حلو جدا جدا. والحلو فيها بقى ان هي بتسقع في التلاجة كده، بتبقى خطيرة. هندخلها التلاجة بقى بالشكل ده. اتمنى ان تجربوا الوصفة دي وتعجبكم. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتشتركوا في القناة. باي باي.